مساء السعادة والسكر زيادة على أحلى وأجمل إخوات من مصر ومن خارج مصر. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة كده طبعا هشارك معاكم يعني روتين كده قصير كده بسيط، ويعني إيه ومش هاخد منه وقت خلاص. طبعا مبحبش أطول أي وقت الفيديو عليكم، وعايزة أقول لكم أقسم بالله بحبكم، أنتوا في قلبي وعلى راسي كده من فوق، ما تحرمش منكم أبدا. طبعا إيه يعني النهاردة كده هعمل بقى إيه فراخ ومكرونة كده إن شاء الله بإذن الله، بس نطلعهم بقى من الفريزر كده يفكوا الطماطم اللي نطلعها عشان تفك يعني. وطبعا ايه مطلعه الفراخ يعني بصوا حطها في الفريزر، يعني مش بعملها صلصه ولا حاجه علشان ايه يعني. بصوا بقول بتعمل حموضه وكده، فانا بلعين بقى الطماطم فريش كده بطلعها، احط عليها ميه سخنه، واول ما تفك كده اضربها في الخلاط، واعمل بقى شويه احلى واجمل مكرونه كده تستاهل بقكم. ودلوقتي بقى هاخدكم معايا كده البلكونه، نلم بقى ايه كنت ناشره بالليل العبايه السمراء بتاعتي بقى، فهنجيب بقى نلم البلكونه، واخدكم معايا تشوفوا منظر الخضره والطبيعه. ومنظر الخضروات طبعا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الكوايت، استنى معاكم ايه ده اول واحده اهو. يعني الرسمه بتبقى مختلفه بس كده، وده التانية اهو الرسمه برضو ايه مختلفه. بحب بصراحه بحب الورده دي. بصوا المنظر بقى الخضره كده، منظر الطبيعه كده، اصلا منظر كده طبيعي كده وجميل. خد بقى الهلم دول كده وندخل بقى كده، شايفين اصلا الجو النهارده ان شاء الله جميل جدا. وقت ما دخلنا بقى من البلكونه، عايزه اقول لكم يعني بصراحه منظر الخضره والطبيعه كده، منظر كده طبيعي كده وجميل. طبعا عايزه كنت اقف شويه في البلكونه معاكم، بس الجو هوا، بقيت خايفه على الستاند اللي يقع بقى، لان ايه الهوا طبعا شديد في الارض الزراعي، فبقيت خايفه ان الستاند يقع كده. فالوقت بقى كده ايه هشطف بقى الاطباق واغسلها بقى معاكم. وطبعا حاطه بقى ميه سخنيات في الكتل طبعا ايه عشان اعمل بقى الفراخ ان شاء الله باذن الله. طلع بقى المكرونه اهي، بقى المكرونه اهي بقى ان شاء الله المكرونه. بس الفراخ بقى بتفك بقى معايا كده، ومش هتاخد بقى وقت خالص يعني وقت خالص، ان انا حاطه بقى ايه حطها بقى في الميه اهيت. وبجد بصوا بحب اشارك معاكم كل حاجه والطماطم اهي بس عشان تحط فيها الحاجات بقى اللي مش لازمه كده. يعني بصوا وجودكم معايا كده بيفرحني وبيسعدني ويسعد ايامكم ويبارك فيكم، وما تحرمش منكم ابدا. بصوا هعمل بقى هغسل بقى طبعا حاطه فرخه الخضره اهي في الغرقه معايا. وافكر اقطعها بقى الاول. عايزه اقول لكم ايه، عايزه اقول لكم بس المقص الجديد اللي انا جبته، شايفين اصلا بصوا بحب اللون ده قوي، بس هو مش باين في الكاميرا قوي يعني، بس ما شاء الله لونه اصلا جميل. لسه بصوا الناس كان عنده مقص كده اللون البرتقالي دوت، بس بصراحه ايه اتكسرت يعني، فمش مشكله بقى. انتوا جايبه ايه اللون ايه اللون دوت بصراحه ايه يعني. بصوا من عشاق اللون الموف كده او البنفسجي الهادي دوت، يعني جميل ما شاء الله اللهم بارك. بحس اصلا ان فيه بهجه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا بحب اقطع بالمقص بقى كده.